شباب، انا كنت ماشي بالصدفه في حدائق القبه في شارع علي الليثي بالصدفه، وانا كنت قاعد بخلص شويه اوراق، فبصراحه لقيت عربيه برجر كده بجد تستاهل الدعم. ليه بقى؟ ان انا وانا قاعد اصلا كفايه الريحه اللي كانت طالعه، والخصوص بقى ان انا لقيته بيستخدم عيش البريوش. فيلا بينا نشوف الحوار. فعايز انوه لتاني مره ان الفيديو ده يا جدعان والله مش اعلان، ولكن انا النهارده موجود في شارع علي الليثي، فيلا بينا عشان نجرب توتسي برجر. ندوق بقى التشيكن بتاعهم. هو بينزل لك بقطعه فراخ تشيكن زائد طبعا الصوصات بتاعته المميزه. يلا بينا برضو ندوق طعم الفراخ. الفراخ خفيفه، مش اللي هي اول ما بتاكلها كده تحس ان هي بتشد. الصوصات اللي محطوطه في الساندوتش نفسه مظبوطه جدا مع شكل الساندوتش. المكان ده في الهوي منه فيه دوت ضمن المكان ده الميكس ايه جديد كده. انت عامل ميكس لحمه في فراخ صح؟ طب ده المفروض بكام؟ ده المفروض 150. طب للمتابعين بقى اللي هتوصل الفيديو 25000 لايك، اللي انت شايفه انا هاخده ب 110. طبعا اول حاجه هو البرجر حرفيا متغرق، هو ده بجد اللي اتقال عليه جوسي. طبعا من النادر ان انت تلاقي حد اصلا بيشتغل بعيش البريوش. طعمه رهيب بجد. طعم ميكس الفراخ مع اللحمه والله مش خساره فيه ال 110. يلا مش خساره فيك الف انا. فانا عايز اقول لكم بقى، يا ريت بجد نوصل الفيديو دوت 25000 لايك. بجد لازم ندعم الشباب ديت. ببعت تحياتي لاي حد يعمل عربيه برجر او بيفكر ان هو يفتح مشروع يصرف منه على نفسه. ما تنسوش تعملوا فولو، ومعاكم حسام مونو، ويستنونا في فيديو جديد.